السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده معانا مدافع الأهلي الجديد، نسخة مختلفة تماما من المدافعين. تقدر تقول كده ميكس بين القوة وما بين المهارة وما بين الدفاع وما بين كل حاجة. بالنسبة لي أنا شايفه نسخة من عم منعم، يعني شايف محمد عبد المنعم جديد. تعالوا نتفرج مع بعضينا على الموهبة الفذة علي يوسف الليبي. كانت بدايته في الأهلي الليبي، عنده 23 سنة، طوله 188 سنتي. قيمته التسويقية 650 ألف يورو. الموسم اللي فات مع الأهلي الليبي 27 ماتش، سجل 5 أهداف، ولعب مع منتخب ليبيا 17 ماتش ما سجلش ولا هدف. الموسم ده بيلعب في الأفريقي التونسي، لعب معاهم 27 ماتش، سجل 4 أهداف. لعيب مدافع قوي جدا، بيعرف يبدأ الكرة من تحت، التاكلينج ما شاء الله، بيلعب بدماغه كويس، بيلعب دفاع ناحية اليمين، يعني ورا محمد هاني او ايا كان الباك يمين اللي هيلعب قدامه. السنة اللي قبل اللي فاتت أفضل مدافع في الدوري الليبي. نبص مثلا هنا ضغطه على الكرة عامل ازاي، بص هنا الدفاع عملها بدماغه من قدام المهاجم، حلو قوي، لعيب ما شاء الله عليه. الكرة دي برضو طلع بدماغه وشالها من الدفاع، فلاعب دفاع جوه. بص هنا برضو بيضغط، قطع الكورة وخد الكورة وحجز على اللاعب بدنيا كويس جدا. لاعب لسه صغير في السن، بيعرف يبدأ الكورة من تحت، بيعرف يلعب بدماغه. يعني انا اتفرجت له على كام ماتش كده وكام ملخص، لعيب كويس جدا ما شاء الله عليه فعلا. لما شفته انا كأني بتفرج على عمنا. بس هنا بدأ الكرة من تحت، بيجري بيعدي بسرعته من نص الملعب، خلاص وصل منطقة الجزاء. بص تاني هنا بيبدأ الكرة من تحت، فيها ريسك، الكرة دي كانت ممكن تتقطع بس بصها صح. هنا نفس الوضع، بيبدأ الكرة من تحت، بص اللونج باص الطويل ناحية الشمال. بس هنا بيستلم، بص برضه نفس الوضع، بيعرف يباصي الكورة، بيعرف يلعب كورة. القطعة الناقصة في دفاع الأهلي. فعلا الأهلي كان بيدور عليه من زمان، لاعب أفريقي صغير في السن، سعره مش كبير، 650 ألف يورو. تقدر إن أنت تبني عليه، تقدر إن ممكن ربنا يوفقه مثلا ويجي له عرض احتراف كويس يفيده ويفيد النادي، فهو لعيب كويس. بص هنا بدماغه حطها في الجون، لاعب حلو قوي، يعني بيلعب بدماغه ما شاء الله عليه. بص هنا الارتقاء بتاعه عامل ازاي، بيلعب في ال3 أماكن اللي في قلب الدفاع، ممكن يلعب قلب دفاع، ممكن يلعب ناحية الدفاع اليمين أو ناحية الشمال، لكن هو بيلعب برجليه اليمين، و99% من ماتشاته لعبها ناحية اليمين. بس كان في مدربين كانوا بيلعبوا في العمق، وكان في مدربين بيلعبوا على ناحية الشمال. بص هنا التاكلينج بتاعه اللي عم، بص هنا السرعة مع المهاجم، ان هو يقدر ياخد كرة على فكرة ده يوسف البلايلي، يعني اكيد كلنا عارفين مين يوسف البلايلي. يعني تاكلينج على الكورة، التوقيت بتاع التاكلينج نفسه. بص هنا برضو نفس الوضع، قدر ان هو بيعمل تاكلينج في ال18 99% بتجليش منه. برضو هنا ضغط التاكلينج بص لعيب، بص هنا حجز، يعني ضغط عليه وخد الكورة، بص حجز عليه وخد منها فاول. بص هنا تاني، يعني هو لعيب ما شاء الله عليه، طلع خلاص، يعني هو الراجل خد الكرة من المهاجم وبقى قدامه، فخلاص شكرا على كده. بص هنا التاكلينج بتاعه، تاكلينجاته ما شاء الله عالية جدا. قصاد الترجي التونسي، طبعا انتوا عارفين الترجي يعني فريق قوي ما شاء الله. خدوا الكورة وبصاها، بص هنا بنفس الوضع برضه ضاغط، ما سابش اللاعب يوسف البلايني. بص قطع الكرة طلعها اوت. بص هنا تاكلينج عظيم، هنا لعيب كبير 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 جدا يا جماعة. انت ايه رأيك يا عزيزي المشاهد؟ هل انت شايف ان هو هينفع معانا في النادي الاهلي وهيستحمل الضغط الجماهيري؟ طبعا انتوا عارفين الضغط الجماهيري في الاهلي مختلف تماما عن اي فريق تاني، واحترام طبعا النادي الافريقي التونسي نادي كبير جدا، لكن برضه ضغط الجماهيري عنده زي الاهلي زي ده. احنا بندخل في بطولات عالمية وبطولات افريقية وبطولات محلية. فهل انت من وجهة نظرك شايف ان هو لاعب متكامل في خط الدفاع؟ هي يمكن الميزه مثلا اللي احنا مفتقدينها، ان هو الراجل ده بيبدا كره من تحت حلو قوي، بيلعب يعني بيلعب برجليه. دي الميزه اللي مفتقدينها في الدوري المصري. تنساش يا صديقي تدعي لاخواتنا في فلسطين، تدعي لاخواتنا البنات اللي توفوا في حادث اليم، ربنا يصبر اهلهم ان شاء الله ويجعل الجنه مأواهم يا رب. لايك على الفيديو وتشترك في القناه. السلام عليكم.